اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ لحولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. آمين. سلام مشتركاتي الأعزاء ومتتبعاتي الأوفياء، نتمنى تكونوا بألف خير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. بالنسبة لي ما راش مشترك في القناة، يتفضل يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد، ويبارطاجي هذا الفيديو في مواقع التواصل لتعم الفائدة إن شاء الله. وما تنسونيش بلي لايك وتعليقات. اليوم درت هذا الفيديو على جال الأطفال والتلاميذ، وخصوصا سورتو هاد الأيامات رانا في وقت الفروض والاختبارات، واللي هو كيفية تحضير كريات الطاقة لتقوية التركيز وعدم النسيان وتقوية الذاكرة. هذه الوصفة كانوا ناس زمان يستعملوها بزاف، قلت نجربها معكم إن شاء الله تعم الفائدة. أنا شريت من كل مكون على حسب 20,000، يعني شريت الزبيب ب20,000، الكوكاو 20,000، القرقع 20,000، الجنجلان 20,000، الشوفان 20,000، يعني شريت 20,000. بهذه الكمية خرجت لي كمية كبيرة، يعني تقدر أي وحدة ديرها، يعني صدقوني والله العظيم مفيدة جدا. وخصوصا غادي تضربي عصفورين بحجر واحد كما يقول المثل، مفيدة للتركيز وعدم النسيان، وتمد الجسم بالطاقة اللازمة وتزيد في الوزن بالنسبة للناس اللي باغية وصفات زيادة الوزن. بهذا القدر اللي شريته خرجت لي كمية كبيرة، خصوصا غادي ياكلها الكبير والصغير مرة واحدة في اليوم على الريق. على بركة الله نبدأ تحضير الوصفة. كما راكم تعرفوا كاع فوائد هاد المكونات، كل مكون يعني فوائد الجنجلان، فوائد الشوفان، فوائد التمر، فوائد المكسرات. هادو الفوائد كاع راكم تعرفوها، يعني ما كان له نعاودوا التكرار. المهم نحكموا هذوك المكونات كاع اللي عندنا، هذوك المكسرات، الكوكاو والجنجلان حتى الشوفان، نحمصوهم في مقله، نحمصوهم يعني نقلوهم ونرحيوهم. من الاحسن نخليهم هكذا شويه باش الكريات يجوا مقرمشين، يستبنوا الاطفال تاعنا هذيك البنه تاع التقرميش. غادي نحمصوهم ومن بعدها نرحيوهم. والتمر غادي نقلعوا له النواه، نقلعوا له العلفه تاعه ونفوروه. والزبيب تاني نغسلوه ونفوروه. انا ما كاش عندي هنايا الاشوار باش نطحن، تسمحوا لي، انا اضطريت نطحنها غير بالفرشات، يعني باش يطحنوا معكم هذوك الزبيب هذوك الاخر. ما كاين الاطفال ما يبغوش هذيك البنه تاع الزبيب وهذوك هكذا. المهم راكم تعرفوا من الاحسن ترحوهم. غادي كي ترحوهم تضيفوا لهم هذيك كي ترحوا التمر والزبيب غادي تضيفوا لهم المكسرات اللي رحيناهم، وباش تجيكم تتلم معكم العجينه العقده هذه باش تتلم معكم، ما ضيفوا لها المكون الاخير واللي هو دبس التمر او مربى التمر، ولا كما نقولوا له حنايا الرب. يعني هذا الرب عنده فائده كبيره بالنسبه اللي يعانوا من فقر الدم. هذا اللي يعانوا من فقر الدم من الأحسن يستعملوا هذه الوصفة. مليحة والله، مليحة بزاف، تمد الطاقة، تعاونهم في التركيز، تعاونهم في حفظ الدروس اللي مقبلين على الامتحانات. إن شاء الله تجربوها. هذه الوصفة مليحة للكبار والصغار وللرياضيين. تاكلوها على الريق مرة واحدة، حبة واحدة على الريق في اليوم، مفيدة جدا، يعني ما غاديش تندموا عليها. هنا تضيفوا الرب غير بالمغرف، غير بالشوي، يعني ما تفروهش كاع حتى تتلم، حتى تشوفوا العقده تاعكم تلمت، تقدروا تكوروها وتشكلوها على شكل كريات هكذا، حبه ما هي صغيره ما هي كبيره، يعني تشكلوها كريات. وهاد العقده ما يشقش ديروها في الفريجيدان، ما تجيش الوصفات الاعشاب من الاحسن ما ديروهاش في الفريجيدان، خلوها غير في البلاكار تحت هكذا في الكوزينه، ما في مكان مظلم، ما يكونش فيه الضوء، هكا بلاكار، وما يكونش فيه البروده هذه كيما الفريجيدان كي ديروا فيها العقده اللي فيها الاعشاب كي شغل تفقد القوه تاعها. المهم تشكلوها كويرات كيما راكم تشوفوا هكا، وترمضوها كيما بغيتو على حسب الذوق اللي بغيتوه نتوما.
هنا اللي بغات ترمضهم في الجلجلان مقلي ومرحي، ولا الكوكاو مرحي، ولا نواة كوكو، ولا شوكولا غبرة، المهم ترمضوها على الذوق اللي يبغوه الأطفال تاعكم، سيرتو اللي راها باغا ديراه الأطفال تاعها. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم يكون نال اعجابكم، ما تنساونيش بلي لايك والبارطاج وتعليقاتكم المشجعه والمحفزه هكا باش تستمر القناه. نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.